اعترف رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري خلال تفقده السبت الماضي لوحدة عسكرية تعرضت لهجوم إرهابي في أكتوبر الماضي بوجود اختلالات يتعين تصحيحها بسرعة وفعالية أكبر. وأوضحت وكالة الأنباء البوركينابية أن القائد إبراهيم تراوري تفقد الفوج الرابع عشر للوحدة العسكرية لمنطقة جيبو حوالي 200 كيلومتر شمال وغادوغو، والتي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 24 أكتوبر الماضي، معبرا عن مساندته للجنود ومشجعا إياهم على مواصلة الدفاع عن البلاد. ودعا رئيس المرحلة الانتقالية لجنود الشباب الذين تم تعيينهم حديثا في مواقع الميدان إلى المحافظة على معنويات عالية باعتبارها أساس النجاح في المهام التي يتعين القيام بها. وتجدر الإشارة إلى أن بوركينا فاسو تتعرض منذ سنة 2015 لهجمات إرهابية متكررة خلفت العديد من الضحايا ونزوح أكثر من 1.7 مليون شخص. عزيز القاضي، أبيجان، ريم راديو.